بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وصلى الله وبارك على آله أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا أن كلمة التقوى وردت في معجم لسان العربي بمعنى الصيانة والحذر والحماية. أما شرعاً فهي كمال توقي الإنسان عما يضره يوم القيامة، أي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك. ووردت الكثير من الآيات التي تحث على التقوى، إضافة إلى أنها وردت في كثير من الأحاديث النبوية، علما أنها كانت وصية الأنبياء إلى أقوامهم، فهي أعظم القربات إلى الله لما لها من أثر عظيم على الفرد والمجتمع. ولو سألنا أنفسنا كيفية التقوى نرى ونعلم التحلي بأخلاق وصفات المتقين التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولنعلم أن آثار ضعف التقوى على المجتمع هي ضعف الأمة وسقوطها أمام أعدائها، وانتشار الحسد والحقد والكراهية بين أفراد المجتمع، وانتشار الظلم واختلال الموازين ونزول العذاب، القحط، منع المطر، وانتشار الخوف وانتشار المرضى والعياذ بالله. اللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا وأهل ديارنا من المتقين، آمين.